ومنورين يا شباب. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نبدأ ننشئ مجموعة على الفيسبوك او ننشئ جروب على الفيسبوك. تمام. لو حضرتك عايز تعمل جروب او عايز تعمل مجموعة على الفيسبوك بحيث ان انت عندك منتجات عايز تعرضها على المجموعة بتاعتك، تكتسب منها ناس جديدة، تكتسب منها مبيعات جديدة من خلال المجموعة اللي على الفيسبوك. تمام. اول حاجة تكون ماسك الموبايل بتاعك، مفيش اي مشكلة، وهتبدأ تضغط على الثلاث شرط دول. بعد كده هتلاقي حاجة اسمها المجموعات، هتبدأ تضغط عليها. بعد كده هتلاقي حاجة اسمها زائد، هنا هتضغط على الزائد، هيبدأ يقول لك إنشاء منشور أو إنشاء مجموعة، فأنت هتضغط على إنشاء مجموعة. بعد كده هنا بيقول لك اسم المجموعة، شوف بقى أنت عايز تسمي المجموعة بتاعتك إيه. أنا عشان وقت الفيديو ممكن أسميها أي حاجة تاني مش هتفرق، ممكن أخليها عمرو مثلا محمد، كده اسم المجموعه بتاعتي عمرو محمد. تمام. هنا اختار الخصوصيه، تبدا تضغط عليه. هنا بيقول لك عام ولا خاص، هنا بيقول لك لو انت عايزها عام يمكن لاي شخص رؤيه الاعضاء المجموعه وهما يقومون بنشره، يعني اي شخص، يمكن لاي شخص رؤيه الاعضاء، يعني يقدر يشوف الاعضاء المجموعه ويقدروا يشوفوا الاعضاء دول بينشروا ايه. اي شخص بقى مش موجود عندك في المجموعه ومش عضو عندك. تمام. الاختيار الثاني اللي هو خاصة، خاصة يمكن للأعضاء فقط رؤية الأعضاء الموجودين بالمجموعة وما يقومون بنشره. يعني لو أنت اخترتها خاصة يبقى كده الأعضاء اللي هم بتوع المجموعة مش هيشوفوا غير بعضيهم، يعني الأعضاء مش هتشوف غير الأعضاء وهيشوفوا هم بينشروا إيه. إنما أي حد غريب خارج المجموعة ما يقدرش يشوف الأعضاء بتنشر إيه ولا يشوف الأعضاء اللي عندك، ولكن لو دخل عمل إضافة عندك وأنت قبلته إنه يكون عضو عندك هيقدر يشوف الاعضاء بتنشر ايه ويقدر يشوف قسم الاعضاء او الاعضاء اللي موجوده عندك ايه. تمام. انا بالنسبه لي اخليها عام. بعد كده هقول له انشاء مجموعه. تمام. هنا بيقول لك بيقترح لك اصدقاء تبدا تضيفهم، فانا بالنسبه لي انا ممكن اقول له التالي مثلا. هنا بيقول لك تحميل صوره الغلاف، لو انت عندك صوره ابدا حملها، ما عندكش انا بالنسبه لي هبدا اختار اي صوره كده مؤقت. تمام. وبعد كده اقول له التالي. هنا بيقول لك اصف المجموعه، شوف المجموعه بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن منتج معين، بتتكلم عن اي حاجه معينه، فانت هتبدا توصف المجموعه بتاعتك بتتكلم عن ايه. تمام. ممكن انا اخليها اي حاجه، ممكن برضو اخليها اسمي عمرو، اسم عمرو مثلا محمد، مثلا عمرو محمد، وهبدا اقول التالي. تمام. هنا بقول لك بقى اختيار الاهداف، اختار الهدف الذي تصف بدقه ما سيقوم به الاشخاص في مجموعتك. لو انت مختار بقى المجموعه بتاعتك تعرف على اشخاص، تخطيط وتنسيق، تعليم او شراكه اهتمامات، انت بقى تختار. لو انت بقى مختارها بس بيع وشراء فانت ممكن تبدا تعمل كده، او انت تختار اي حاجه وممكن تختارهم كلهم مفيش مشكله، ولكن احنا هنقول بيع وشراء وهنقول التالي. تمام. هنا بيقول لي اضغط تم. تمام. مجرد اللي انت ضغطت على كلمه تم فخلاص، فانت طالما ضغطت على تم، لو انت هتلاحظ كده هتلاقي بيقول لك عمرو محمد، كده المجموعه اتعملت عندك بكل سهوله، كده بقت تمتلك مجموعه او جروب على الفيسبوك بسهولة. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.